بعد 14 يوم بس من لقاء الدور الأول المؤجل من الجولة ال11 بيتجدد لقاء الأهلي وفاركو مرة تانية في الجولة 28 من الدوري المصري، واللي هيقام على استاد القاهرة الساعة 7 مساء يوم الجمعة القادم، وهيذاع حصريا عبر شبكة قنوات اون تايم سبورتس. الأهلي كالعادة ما عندوش رفاهية التنازل عن أي نقطة في صراعه على القمة، خصوصا مع الضغوط اللي بتسببها النتائج المميزة لفريق بيراميدز صاحب الصدارة بعدد مباريات أكتر من الأهلي، وفاركو اللي سوء حظه خلاه يقابل الأهلي مرتين في أقل من أسبوعين، وفي توقيت بيواجه في صراع من نوع تاني للنجاة من الهبوط. تاريخ مواجهات الفريقين مش كبير، وكانت البداية من موسم 21-22، هو نفس الموسم اللي نجح فيه فاركو انه بينتزع النقطة الوحيدة من الاهلي في تاريخ مواجهتهم، وهو برضو اللقاء الوحيد بين الفريقين اللي انتهى بالتعادل السلبي، وفشل فيه الاهلي في هز شباك فاركو. التقى الفريقين في 5 مباريات سابقة، فاز الاهلي في 4 لقاءات وسجل 11 هدف، واستقبلت شباكه 3 اهداف فقط. مهاجم الاهلي السابق محمد شريف هو هداف الفريق ضد فاركو برصيد 3 اهداف، يليه محمد نجدي قفشه بهدفين، وهو نفس رصيد امام عاشور اللي سجل ثنائيه فوز الاهلي في اللقاء الاخير. تابعنا على المستديره عشان تعرف كل جديد واهم واخر الاخبار الرياضيه في مصر والعالم. معانا على المستديره مش هيفوتك خبر.